اسمي هاني محمد حسين ابو زرقاء ابو محمد من خان يونس من غزه. الوضع في غزه سيء جدا جدا فوق ما تتصور يعني. وضع مجاعه، وضع فيش حليب اطفال، فيش اكل، فيش شرب، فيش علاج للاطفال. يعني ابني عبد الله عانى من الموضوع هذا في فتره علاجه، كان انقطع عنه العلاج، كان يتحرك ويمشي عادي بشكل طبيعي، انقطع عنه العلاج، بعدين انقطع عن صارت المجاعه، اجت المجاعه اثر عليه سلبا، بطل يمشي، بطل يتحرك. صعبة جدا، الحرب أثرت علينا بشكل سلبي. الدولة التركية مشكورة، يعني هي الدولة الوحيدة تقريبا اللي استجابت لندائنا وللاستغاثة تاعت ابني عبد الله ولاستغاثة ابنائي. هي الوحيدة اللي استجابت لهم وتواصلت معنا القنصلية التركية قبل ما تتواصل معنا أي منظمة أخرى، وطلبت الأوراق وعملت لنا تأشيرات فيزا زيارة وطلبت الأوراق للعلاج للأولاد هنا في غزة. معاملة إنسانية الأمانة، معاملة جيدة جدا ويحترم عليها. مشكورين القنصلية ومشكور الخارجية كمان ما قصرت. زارنا الوالي، زارونا الجهات الحكومية كاملة. الحمد لله. لا معاملة يعني معاملة إنسانية، تحس إنك إنسان تتعامل مع إنسان، مش إحنا إنه محطوطين على الهامش بستنوا فينا يموت بعدين يتعاملوا، لا تعاملوا معنا كإنسان، كبشرية، كإنسان مسلمين. الحمد لله. طبعا على كل حال يعني نصيبه هو يجي هنا ويستشهد هنا في تركيا. كنا نتمنى ان تكون ربنا يعطيه الصحه ويتعالج ويتشافى، لكن نصيبه هو اجى تعبان شوي واجله انتهى. الحمد لله على كل حال. يعني ما ظنيت حدا ما بيتابع، ما ظنيت حدا انه ما بيتابع اخبار او ما بيشوف اخبار او ما بيشوف ايش اللي بيصير في غزه. يعني لما كانوا المسلمين واقفين مع بعض مش عارف مين حيقف معنا، يعني بعد الله طبعا. احنا محتاجين وقفه، يعني الناس محتاجه وقفه، محتاجه شيء يدعمهم من خلافا على الاكل والشرب. يعني لازم تقف الحرب، لازم تقف الاباده هاي. انت بتحكي عن 65,000 شهيد تقريبا، هذا المعلومين فقط، يعني غير الشهداء اللي موجودين تحت الانقاض، غير المفقودين، غير اللي مش معروفين وين اصلا اماكنهم نهائيا. يعني تتخطى الشهداء، اذا بدك تحكي تتخطى فوق ال100,000 شهيد الموجود. يعني طبعا يدخلون بشان يقول طبعا هي هذه المقاطعه اهم نقطه لازم الواحد يوصل لها. احنا المقاطعه هذه هي اللي بتدمر فينا. يعني اي شيء يحارب فيه اليهود لازم اي شيء بتحارب فيه، لانه انت كل شيء او كل شيء او اي شيء بتدفعه انت اليهود بتقتل فيه بني ادم، بتسفك دم يعني مسلم. والله حط الصبر عليهم على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب الله حط عليه الصبر. الله العالم كيف اللي حط الناس تتحامل. يعني في ناس فقدت عائلاتها بشكل كامل وربنا حط عليهم الصبر ودبنوهم وحط ربنا حط عليهم الصبر. كله متوكل من عند الله. اكيد اكيد. انا ما بترك شعبي ولا بترك اهلي ولا بترك ناسي. انا اهلي لسه بغزه، يعني انا طلعت من غزه واهلي في غزه، كل جماعتي في غزه، كل دينتي في غزه. اهلنا في غزه محتاجين مساعده، محتاجين لنظره ناس انها تقف معاهم، محتاجين انه وقف اباده، محتاجين لكلمه حق تيجي تمشي معهم في الامور هذه. يعني الناس قاعده بتضيع هناك. يعني انا بحكي معهم امبارح، يعني لدرجه انه حبه الاكمل او حبه البنادول مش موجوده للصداع او للانفلونزا انه الواحد ممكن يتعالج فيها. فالامر صعب جدا عندهم. انا بنتي بتعاني لانه انقطع عنها الحليب تاع الاطفال. حليب الاطفال انقطع عنها، صار معها هبوط في السكر، دخلت غيبوبه سكر بسبب انه مش موجود حليب اطفال هنا. فهذا اقل شيء يعني انه الواحد لما يقف معهم يعني لازم يكون في هناك ضغط، لازم يكون في هناك ضغط على وقف الاباده هذه. لازم يعني يكون. اخر شيء انا بحكي شكرا للجمهوريه التركيه، شكرا من الرئاسه للوالي لكل المناصب السياسيه او كل المراكز الحكوميه في مدينة أضنا في تركيا طبعا للاستقبال. وجزاكم الله كل خير، وإن شاء الله تقدروا تعالجوا كمان إن شاء الله، لأنه في أطفال كثير محتاجين علاج كثير. يعني كل يوم بيموتوا في أطفال، كل يوم بيموتوا جعانين، كل يوم بيموتوا مرضى. فإن شاء الله يكون الحكومة التركية إن شاء الله تكون قدر المسؤولية إن شاء الله، وربنا يجزاكم كل خير. الله يعطيكم العافية.